نعم، عقود من الزمن والعراق لم يستضيف كأس الخليج. نعم. بعد عام 79 واللي هي البطولة اللي أقيمت في العاصمة بغداد، فالجمهور الرياضي العراقي متعطش وبهمة عالية لاستقبال هذا العرس الخليجي العراقي البصري. إن شاء الله ستكون هذه النسخة مميزة. اليوم نعم. نشاهد جهود كبيرة تبذل من الجميع، من كافة المؤسسات الحكومية ومن كافة المتطوعين والجمهور العراقي الرياضي. هناك إقبال واسع في الشارع الرياضي العراقي. يعني اليوم الجمهور العراقي متعطش أن يشاهد سود الرافدين في ملعب البصرة الدولي أو ملعب الميناء. نعم. لاستقبال هذا العرس الخليجي. طيب، طبعا مبارك للمنتخب العراقي، اليوم فاز هاي المباراة الودية مع الكويت، وإن شاء الله سابقة أو بادرة خير إن شاء الله. طيب، هذه الاستضافة للبصرة تحديدا وللعراق بشكل عام لخليج جي 25 ماذا تعني على المستوى الثقافي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، يعني على جميع هذه المستويات؟ نعم، هناك خليج 25 هي بادرة خير إن شاء الله على العراق.